اهلا بيكم يا شباب. اول حاجه عايز ابدا بيها كلامي النهارده او في الفيديو ده بالذات هو ان انا بارك لكل جماهير الاهلي والنادي الاهلي فوزوا بلقب السوبر. واحب برضه اقول هارد لك لنادي بيراميدز ولاعيبته اللي لعبوا ماتش كويس جدا. بس كالعاده قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش حوار السبسكرايب ده بالذات. ويلا نخش في الفيديو على طول. هنتكلم على الاحداث اللي كانت قبل الماتش لان في 600 واحد غير يتكلم في الاحداث وكله فاهم ايه اللي حصل بالظبط، سواء الجمهور الكبير جدا للنادي الاهلي او الجمهور برضو الكبير جدا لنادي الزمالك. كله عارف ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل، وكله ادرك ان احنا تحت منظومة كروية فاشلة. وعشان ما اطولش عليك واختصر وقتك هنخش دلوقتي في احداث الماتش وايه اللي حصل في الماتش. ولو هبتدي بتشكيلة الفرقتين في احداث الماتش احب ابدا بالبطل وهو النادي الاهلي. كان بيلعب في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه سنتر باكين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول. بيلعب بديفندر واحد في مركز 6 وهو حمدي فتحي، قدامه 2 احمد القندوسي ومروان عطية، قدامهم 3 محمد شريف شماله احمد عبد القادر ويمينه تاو. اما عن تشكيله بيراميدز اللي بقياده باتشيكو فهو بدا باحمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه سنتر باكين احمد سامي وعلي جبر، باك شمال محمد حمدي، باك يمين الشيبي، قدامهم 2 وليد الكارتي واحمد توفيق، قدامهم 3 رمضان صبحي شماله ابراهيم عادل، يمينه مصطفى فتحي، قدامهم مهاجم واحد بس وهو فخري لقاي. احب ابدا كلامي في الاول على المدير الفني كولر الذكي جدا. لو هقول ذكي فهو ذكي من هنا لبكره، لان كولر لعب على تفصيله واحده بس في الماتش وهو عامل الارهاق. ان كولر اما عرف ان المنافس بتاعه هو بيراميدز بعد اعتذار نادي الزمالك، وعارف ان هم جايين من رحله طويله جدا من جنوب افريقيا، واكيد عارف ان لعيبه النادي الاهلي هتبقى فت اكتر من لعيبه بيراميدز بمرور الوقت في الماتش. ومن النقطه دي هتنقل لباتشيكو اللي الحقيقه انا ما اقدرش الومه على حاجه، بس كولر عرف يستخدم مجريات الماتش لمصلحته، ولكن باتشيكو كان مجبر لان هو ما كانش عنده وقت، وقرار السفر بالنسبه له كان قرار مفاجئ، فاضطر ان هو يستخدم لعيبته كامله. يعني على سبيل المثال زي ما قلت لك في التشكيله وكولر هو كان مريح اهم 2 عنده وهو كهربا وحسين الشحات. اما بيراميدز فهو ما قدرش يريح حد، ودي النقطه الوحيده اللي انا بس بلوم فيها باتشيكو، لان انت عارف اصلا ان الاهلي هيجي يلعبك على الاجهاد، وانت مدرك اصلا ان انت عندك اجهاد من ساعه ما رجعت من جنوب افريقيا. فانا من وجهه نظري هو كان ممكن يريح لاعب او لاعبين من قدام، وعلى سبيل المثال ابراهيم عادل، ان هو بقاله 7 8 ماتشات اداؤه عشوائي جدا، مش ده ابراهيم عادل اللي احنا كنا عارفينه من الاول خالص. فانت يا باتشيكو كنت ممكن تقدر تريحه وتستغله في اخر ربع ساعه زي ما عمل كولر بالظبط، والتفصيله اللي هو لعب عليها. الماتش كان متكافئ جدا ما بين الفرقتين لغايه الدقيقه 75، والتغييرتين اللي كولر عملهم اللي هو بنزول كهربا وحسين الشحات بعد ما كولر اصلا شايف ان علي جبر واحمد سامي من كتر الاجهاد وهم عاملين بيغلطوا. يعني على سبيل المثال الكرة الأولانية اللي جت منها ضربة الجزاء، الكرة أصلا ما كانتش بتاعة كهربا، كانت بتاعة أحمد سامي، ومن التعب قال يسيبها ولا ما يسيبهاش لغاية ما كهربا سبقه، فبالتالي من خطأ فادح أنتج إن هي تبقى ضربة جزاء. وبالمناسبة أنا شايفها الكرة ضربة جزاء جدا بتاعة كهربا. بعد الواحد صفر انا شايف ان الدنيا هديت خالص، مفيش بس غير انفراد كهربا اللي ضاع بانقاذ من علي جبر. عايز اتكلم معاك بقى شويه في الموقف اللي حصل ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه بيراميدز. الكوره كانت مع محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم واقع في الارض، فالشناوي كان عايز يخرج الكوره بره. والنقطه دي بالذات اديني عقلك كده عشان انا عايز اتكلم معاك شويه. اي فريق بيبقى خسران فبالنسبه له بيبقى حوار مستفز جدا ان لعيب بيقع او بيضيع وقت، وانا شايف ان القصه دي في مصر اصلا اللعيبه بتبقى بتستهبل او بتستعبط. كلامي ده مش مخصص لمحمد عبد المنعم، الكلام ده للعيبه مصر كلها اللي بتعمل الحركه دي في الظرف ده. وعلى فكره النادي الاهلي ودي حاجه بسطاني جدا ان هو ما بيطلعش الكوره اما بيبقى فريق منافس هو الكسبان، لان انا فريق كبير وعايز اكسب زيه زي الزمالك برضه بيعمل نفس القصه. اي نعم موقف الشيبي ما كانش فيه فير بلاي، ولكن مش هقدر الومه باي حاجه. محمد الشيبي بياخد الكوره وبيعمل اوفر والكوره بتطلع اوت. ونيجي بقى للمشهد اللي احنا ما كناش عايزين نشوفه اصلا، ان لعيبه الاهلي بتتجمع على الشيبي وبتضربه زي علي معلول ومحمد الشناوي. لكن انا بلوم على حد واحد بس وهو محمد الشناوي، انت المفروض كابتن فرقه، يعني تحوش لعيبتك.
اللي انت تخش في الخناقه وتضرب اللاعب، انت كان دورك اللي انت تهدي الدنيا. واخر حاجتين احب اقولهم هو الف سلامه على محمود متولي اللي وقع قلبنا كلنا بعد الماتش. اما الحاجه التانيه فهي ليها علاقه بجمهور الاهلي. بالله عليك يا اخي ما تخليش احتفالاتك بالسوبر، طبعا ليك حق ان انت تحتفل وتفرح بفرقتك انت واخد بطوله، لكن معلش ما تخليش احتفالاتك دي ان انت تنسى ان اتحاد الكوره هو السبب في المشاكل دي كلها. لازم يا جماعه كجمهور الزمالك او جمهور الاهلي كلنا نقتنع اللي احنا بيقودنا ناس فشله ما عندهاش اي علاقه بالكوره. اديك شايف الاتحاد السعودي كان فين من 10 سنين واحنا كنا فين، ودلوقتي الفرق اللي ما بين الاتحاد السعودي والاتحاد المصري او كرة القدم السعودية او كرة القدم المصرية. وده كان كل كلامي عن ماتش السوبر والاحداث اللي حصلت جواه. ولتاني مرة في الحلقة ببارك للنادي الاهلي وجماهيره على الفوز بلقب السوبر. ما تنساش في الاخر تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا.